بقلاوة توركواز تقليدية جزائرية. على سلامتكم، ان شاء الله تكونوا كامل مهنيين. اليوم جبت لكم اسهل بقلاوة في العالم اللي جبتها لكم باللاباتا فيلو الجاهزة. احنا تعودنا عليها نخدموا لاباتا فيلو في المنزل. اليوم حبيت نجيبها لكم بلاباتا فيلو الجاهزة. راح ديروها يعني سهلة بزاف وما تاخدش الوقت، وعلى وقفة توجديها وتحمر لك وتشك قدام ضيافك. نبداو الوصفة سهلة كما قلت لكم، زوج مكونات فقط: القطايف ولاباتا فيلو الجاهزة وبيان سور المكسرات، ونبداو نخدموا على بركه الله. هنا نجيب انا السنيوه تاعي 30 على 25. درت هنايا باكي تاع لاباتا فيلو، فتحته على كامل، ومن بعد كي نفتحو نقسمو نفصلو على حساب السنيوه تاعي. الا كانت السنيوه تاعك اكثر مثل زعما 30 على 30 ولا 40 على 40، المهم فصلي على السنيوه تاعك وخلاص، هذا ما كان. والبواقي اللي يقعدوا ندير لكم بهم وصفه اخرى، ولا ديجا ندير لكم بهم وصفه اخرى درت لكم بها وصفه تاع كول وشكر. فوالا ميم قطايف كي يقعد لكم منهم تقدروا ديروا بهم خبيزه صغيره ولا. المهم انا فصلت الكنافه تاعي، عفوا فصلت لاباتا فيلو على حساب السنيوه. المره الجايه ان شاء الله ندير لكم العجينه تاع لاباتا فيلو تاع المنزليه اللي تخدموها في الدار، ثاني سهله وطريقه ناجحه وتقدروا تخدموا بها يعني ما يولي كاع عندكم هذوك المشاكل تاع لاباتا فيلو كي تشروها تصيبوها مقطعه ولا. انا دائما كل ما نقول لكم ندير لكم فيديو فيه لاباتا فيلو نعطيكم هاد النصيحه، باسكو دي فوا يجوا هكا مشتركين جدد ولا اول مره يشوفوا لا فيديو تاعي وما يعرفوش، باسكو انا هاد المشكله لقيتها بزاف في التيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول لك هاد لا مارك عيانه وهذه وهذه وهذه. مي نو، شوفوا هنايا، شوفوا انا لاحظتوا كيفاش راهي مقطعه. دوك نفهمكم علاش. اليوم نعطيكم اسرار تاع عجينه الفيلو. عجينه الفيلو لازم تشريها. شوفوا انا ندير زوج ورقات، بين كل زوج ورقات ندير السمن يكون دايب بيان سور وبارد. اشاك فوا يقولوا هاد لا مارك عيانه وهاد لا مارك عيانه. هي انا ماشي كيسيون تاع لا مارك. لا باتا فيلو فاش صامته هي بنينه بصح صامته في حاجه، يلزم كي تشروها تكون لا دات تاعها قريبه. واش معناتها تكون عندها السمانه. شوفوا تشروها عندها سمانه ملي يخدموها، نضمن لكم بلي تلقاوها نبشه ما فيهاش ما مقطعه ما والو. تلقاو فيها اكثر من 10 ايام، انا نضمن لكم تلقاوها مقطعه. كيما انا هديه كي شريتها كان عندها اون سيمين ملي خدموها. خدمت بالاولى درت لكم بها كاب كيك وكذا، كاب كيك البقلاوه ويتو. ومن بعد الباكي دوزيام، باسكو شي دو باكي دوزيام خليته يعني طولت عليه هكذا واحد 4 ايام ولا 5 ايام. مور هذيك السمانه معناتها هذه عندها كان جوغ ملي تخدمت. شوفوا كيفاش بدات تتقطع. لو كان نزيدها 20 جوغ ولا 25 جوغ يعني 20 يوم ولا 25 يوم، نزيد نصيبها مقطعه اكثر من هكذا ما تقدريش ميم با تستعمليها. فوالا هنا درت انايا ديري 10 ورقات حتى 12 ورقه، انت واش تحبي ديري نورمال ما تخافيش. راني نهضر على الورقه تاع لاباتا فيلو. هنا واش نجيب؟ جبت المكسرات تاوعي حوالي 350 غرام تاع المكسرات. درت 3 كيلات تاع هنا خلطت جوز ولوز، درت معاها نص كيلة تاع السكر ورشيتهم بالمزهر، زوج مغارف السمن، وهذا ما كان ترشيها بالمزهر. حذري تتعجن لكم ولا لا فخس، وسورتو كي ديروا لها المزهر ما ترشيهاش بزاف باش ما تتعجن لكمش لاباط تاعكم ولا طريقكم. فوالا لاباط وتجيكم ماشي شابه وما تجيكمش مورقه. فوالا شوفوا كيفاش راني ندير لك، شو راني نفتل في الطعم. هذه هي نورمالمون راكو فهمتوا السر تاع العجينه المورقه. ماشي المورقه يقولوا لها لاباط فايتين عجينه المورقه. لا باتا فيلو كيفاش يقولوا لها، عجينه الفيلو. فوالا هنا نورمالمون فهمتوا البروبليم. ان شاء الله ما تزيدوش كاع تلقاو هذاك البروبليم تاع عجينه الفيلو. ولا حبيتوا ان شاء الله نديرها لكم في فيديو هكا وحدها باش كل وحده تحب تخدم بها. وحنا بكري كنا نخدموا غير بها، ما كناش نديروا راكم تشوفوا نورمال طريقه واضحه. درت هذوك المكسرات هكا من الفوق. حنا بكري ما كانتش عندنا هاد لاباتا فيلو جاهزه غير كيما عندها واحد 10 سنين ولا بالك 12 سنه ولا ماكسيموم 15 ملي بداو يديروا في هذه لاباتا فيلو. وما تلقاوهاش ديسپونيبل في كامل الحوانت، يعني غا وين تلقايها ديسپونيبل وتلقايها مقطعه ايتو. المهم كنا نخدموها في اليد، وكنا نخدموها ما شاء الله نديرو بها البقلاوه نورمال هذيك اللي تجي من الفوق ومن التحت. يعني كنا نديرو بها كلش العجب كنا نديرو به. هنا جبت باكي تاعي تاع الكنافه. الباكي تاعي فيه 500 غرام. انا ما استعملتوش كامل الامانه، استعملت واقيلا 300 غرام ولا 350 ماكسيموم. دوك انا شوفوا عطيت لكم هنا المقادير. بصح نتوما على حسب السنيوه تاعكم، الا كانت 40 على 40 تقدر تدي لكم كامل الباكي. نتوما شمخوا الباكي، لا قعد لكم ديروا خبيزه تاع قطايف صغيره وخلاص. هذا ما كان حاجه ما راح تترمى. هنا جبت 2 ملاعق كبار تاع السكر بودره، نزيد معاهم ملعقه تاع لافاني، 2 مغارف تاع ماشي 2 مغارف تاع سمنه عفوا، 2 مغارف تاع
مزهر، رشوه بالمزهر، لازم ضروري ترشوها بالمزهر بالك وتعجنوها. اللي ما تعرفش تخاف من المزهر ولا دير 2 مغارف حتى 3 كبار تاع مزهر في القطايف تاعها. وهنايا دوبت حوالي 100 120 غرام تاع السمن. فوالا لازم يكون بارد، ضروري يكون بارد. فوالا درتو كامل ونحاول ندخل كامل هذاك السمن في القطايف تاعي ولا في الكنافه. نعطي واحد الملاحظه فقط على الاسم، باسكو من داك يدخلوا لي هكذا يقول لك علاش تبعوا المشارقه وقولوا قطايف ماشي كنافه. انا راني نخدم بالكنافه مانيش نخدم بالقطايف. القطايف تاعنا والكنافه كاين فرق كبير، للاسف ما راهيش ديسپونيبل الكنافه تاعنا التقليديه الجزائريه. حبسوا ما يخدموها ولا يخدموها من رمضان رمضان، ولا اللي تعرف وحده سبيسيال تخدم تكوموندي عليها. حنا ما نلقاهمش. انا شحال عندي ما تلاقيتش بالكنافه. كنت نسكن قريب لساحة شهداء، كنت نشري من تما. ساحة شهداء تلقايها على العام، مي دوكا بعيد عليا بزاف من ساحة شهداء باش نلحق. صافيك اوبليجي علينا نستعملوا الكنافه. ما الكنافه بنينه واش خصها ما خصها والو. انا نهضر برك على الاسم فقط، اللي يعلقوا لي تعليقات سلبيه راكم على بالكم. هنا جبت هذيك الكنافه تاعي نفتحها كامل من الفوق. ما كاش وحده تحب التقليدي وتحافظ على التقاليد تاعها كيما انايا. يعني انا جو سوي كونطخ زعما حاجات هكا داخله ولا. الحمد لله. المهم يعني راني نجيب فيها وفتتها كامل هذيك الكنافه من الفوق هكذا باش تجينا الشابه، باش باش ما يجوناش هكذا كيش يقولوا تتخبل لنا هكذايا شغل يجوا فيها دوك الكرات هكذا لداخل، وهادوك كي تكوني تاكلي فيهم يجوكم يابسين ومن بعد يكسروا لك سنانك ولا عفسه. المهم تجي حاجه ماشي مليحه. هنا فرجتها كامل. لازم تغطوا كامل هذيك المكسرات تاوعكم وما تخافوش منها. ديروها شويه عاليه كيما نعرفوا الكنافه تزيد تحبط. هنا بعد ما درتها عاليه لازم نستفها كامل نفينيها نجوزو لا فينيسيون. هنا تقعدي تضغط عليها بيدك، تقضي بيدك، تقدري تستعملي هذيك الاداه اللي نديروها في الخبز الفطير ولا اسمها الكسره ولا هذا ما كانوا تضغطي عليها ولا اي حاجه تكون مسطحه ولا بيدك بيان سور. لا كنتي تعرفي بيان سور ماشي حاجه واعره. نخدموا انا ولا غير عندي فقط نحب نخدم بيدي. هذا ما كان تاع بكري. انا جوغ هذوك تاع بكري نحب نخدم كلش بيدي. هنا جبت لومبورت بياس تاعي فيه نورمالمون 4 سنتيمتر، 4 3 ونص، ما ديباسيوش 4 سنتيمتر. تجيكم ماشي شابه، تجيكم كبيره بزاف، تجيكم كاين اللي يقطعها طويله، كل واحد كيفاش يقطعها. انا قطعتها هكذا مربعات. فوالا شوفوا كيفاش راني ندير غير غوبير بهذاك لومبورت بياس. ما كان لا تدخلوا حتى للداخل فقط باش نعرف تقدروا بيان سور ما تستعملوش، تقدروا تستعملوا مسطره اي عفسه عندكم خدموا بها وديروا بها عادي. تجي ولا غير صدقوني بزاف شابه وبريزونطابل. الخطره اللي فاتت كي درتها لكم في رمضان كتبت لي علقت لي وحده من ماما من كندا، قالت لي درتها وقيله في الختانه تاع وليد خوها انا مش عارف 2007 ولا 2008 والله ماني شافيه. قالت لي درناها يعني، قالت لي بصح قالت لي ما كانتش كاينه لاباتافيل ولا كانت هذاك الوقت بدات. والله ماني شافيه على التعليق تاعها. ليسونسيال عاود شافت لا فيديو عاود دخلت يعني تاكد لي فقط في التعليق. هنا شوفوا بعد ما كملت وقطعتها كي تقطعوها سي با لا بين تقطعوا هذيك لاباطافيل والداخل، سي جوست هذاك الكنافه تاعكم باش من بعد كيما البقلاوه تاعنا العاديه نورمال. وهنا نزيد ذوبت حوالي تاني 150 غرام تاع السمن وراني نضيف فيها غير بالعقل. شوفوا انا عطيت لكم مقادير مضبوطه، قلت لكم تختلف فقط على السنيوات تاعكم. يعني الا درتو كيما تاعي 30 على 25 ديروا مقادير تاعي. الا درتو اكثر تقدر تشد لكم اكثر. اي فوالا. الفوق تاعي كيفاش نطيبها تكون 200 درجه سخونه. لازم الفوق تاعي يكون سخون. من بعد نديرها الفوق ونطيبها من تحت. ومن بعد كي طيب لي من تحت تتحمر لي الجوانب تاعها تطلع ديك الاحمراريه يطلع لي الحبات، نحبطها لتحت ونشعلها من الفوق وخلوها تاخذ وقتها باش ما تجيكمش خضراء لداخل. واش ندير انا بعد ما طيب لي كيما كامل لاباطافيلو اللي نعرفوهم نستعملوهم نروح نصفيها من هذاك السمن اللي يكون زايد. ما كان لا تخلوا لها هذاك السمن وضروري هذاك السمن يكون فيها. من بعد نروح نعسلها مباشره، ما تخلوهاش ميم با تريح ولا 5 مينوت ولا ديريكتومون هي سخونه نجيب العسل. انا العسل هنا خطات لي حوالي قولي 500 600 غرام، باسكو انا هذه كانت ديجا كنت ديت منها هاد العلبه تاع كيلو وخليت منها تاني حوالي 200 غرام ولا اكثر.
المهم حوالي 500 600 غرام تاع العسل. هذا ما كنشوفوا كاين اللي يحب يدير لها القطر، كاين اللي يحب يدير لها الشربات. انا نقول لكم ننصحكم هذه هي الوصفه الاصليه تاعها. ما كان لها تخلطوا ولا ديروا العسل صح تجي حلوه، ما راحش تاكليها وحدها. بيان سور حتجوزيها مع لاتاي يكون ما فيش سكر، ولا قهوه حليب ما فيهاش السكر. هذيك هي تجي سوا وتنجز، ما راحش ناكلوها وحدها. وكاين بزاف اللي يقول لك بلي فيهم السكاكر هاد الحلويات ايتو، ما راحش ناكلوهم كل يوم صباح وعشيه، زوج حبات صباح زوج حبات عشيه. دو طون زون طون، يعني في المناسبات نديرو هاد الحلويات تاوعنا. باقي الايام عندنا واش نديرو كروكي ناقص حلاوه، نديرو غريبيه ناقص حلاوه، عندنا مسكوتشو ناقص حلاوه، عندنا بزاف عفايس نطيبوهم حنايا. ميم كي نديرو خبز وزبده، ميم الخبز يطلع الزبده فيها الكرا. يعني واش حتاكلي الا ما تحبيش كامل هاد السكاكريتو؟ كولي فواكه صباح وكولي فواكه عشيه وخلاص. هذا ما كي تحبي تاكلي حاجه صحيه. وكما نقولوا حنا كيما هكا في العيد ولا في المواسم هكا في رمضان، ولا واحد ما يكثرش برك. هذا ما كان كل حاجه نكثروا منها تكون مضره. شوفوا انا بعد ما عسلتها خليتها شربت شويه حوالي 10 دقائق ربع ساعه، حكمت الموس تاعي وبديت نقطع فيها. تقدروا انا هنا نسيت بلي عندي كوبات تاعي تاع حديد، نسيت باش نقطع بها. سينون بلي عندكم كوبات تاع الحديد ماشي ديك تاع بلاستيك، قطعوا بها تجي احسن، بيان فيني وتتقطع لكم حتى لداخل. هنا نعطيكم واحد نصيحه هنايا، دائما نقولها لكم في لي فيديو تاوعي. كي ديروا حاجه تاع العسل، حاجه قطايف، بقلاوه، مقروط، اي عفسه، واش ديروا؟ جيبوا مغرفه تاع جلوكوز مع مغرفه تاع العسل. جلوكوز ماشي غالي، يتباع من 10000 وطلع، يعني اللي يحب الاسعار ولا يدار من 10000 باطه صغيره وطلعي. واش ديروا فيها؟ قلت لكم ملعقه، يعني مقدار العسل هو نفسه مقدار الجلوكوز. ديروها في الميكرون ولا حمام مائي، ذوبوها ولا حتى فوق النار عادي، وديروها فيها المكسرات ورموها من فوق هذاك يعني هذيك المعسله اللي درتوها. وشوفوا كيفاش جات التزيين. بيان سور تزيين اختياري، تقدروا ديروا الا درتوها كاوكاو لداخل تقدروا تفتوا لها شويه كاوكاو من الفوق، بيستاش، واش حبيتو ديروا لها من الفوق. انا حبيت لها التزيين، عجبني كاري. اللي كي ديروا حاجه كاري، بقلاوه كاري ولا يجي بزاف شباب فيها واسمو هذاك الجوز. يا خالي اش راني ننسى. شوفوا لي كيفاش جات شابه، راني قطعتها قدامكم. شوفوا كي تحطوها، سورتو انا كي درتها في لي كيسات في لي بواط، جات والله ماشي في لي بواط، عفوا في لي زاسيات هكا، جات بالطبع. واش نقول لكم، شاهدكم في الجنه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا اليوم. نحاول قدر المستطاع نجيب لكم وصفات القديمه ان شاء الله وكثرتها المنسيه. نتلاقاو في فيديو اخر، يلا مع السلامه.